سلام يا سلام، ايوه كده خلصت الجيم ده. لما ادخل بقى على الجيم التاني. ايوه هلعب جيم بابجي كمان. واد يا فلافيلو، انت يا واد يا فلافيلو سيب الموبايل. قاعد ده كله على الموبايل يا حبيبي، ما ينفعش كده، عينك هتوجعك يا فلافيلو. لا يا ماما لا، ما تخافيش يا ماما، انا بلعب من الساعه 1 الظهر والساعه لسه 5 والنبي يا ماما. ما ينفعش كده يا فلافيلو يا حبيبي، لازم تسيب الموبايل شويه لحسن عينك هتوجعك خالص. لا يا ماما لا، عشان خاطر يا ماما سيبيني العب شويه على الموبايل. ماشي يا فلافيلو، مش بتسمع كلام ماما؟ انا هكلم لك حضرة الضابط سيمبا علشان يجي يقبض عليك، علشان انت مش بتسمع كلام ماما يا قليل الادب. خلاص يا ماما والنبي ما تكلموهاش في التليفون والنبي يا ماما. لا هكلمه لك يا فلافيلو. ايوه يا حضرة الضابط سيمبا. ايوه يا ام فلافيلو، صباح الخير، عامله ايه يا ام فلافيلو؟ الحقني يا حضرة الضابط سيمبا، شفت الواد فلافيلو مش عايز يسمع كلامي، وقاعد من الساعه 1 الظهر على الموبايل ومش عايز يسيبه كمان. يا خبر ازاي فلافيلو بس يعمل كده؟ انا جاي له دلوقتي يا ام فلافيلو. تسلم يا حضرة الضابط سيمبا. ليه بس كده يا ماما؟ حرام عليكي يا ماما. ايوه يا فلافيلو، علشان انت مش بتسمع الكلام. يلا قدامي على السجن يا قليل الادب، علشان تتعلم بعد كده ازاي تتعامل مع مامتك وازاي ما تقعدش على الموبايل كتير كمان. خلاص والنبي معلش يا حضرة الضابط سيمبا، انا مش هعمل كده تاني. قلت يلا قدامي يا ولد على السجن علشان تتربى وتتعلم الادب كمان. يا سلام الجو حلو قوي النهارده، انا مستحيل النهارده اروح المدرسه كمان. ايوه انا هقول لماما ان انا مش قادره خالص اروح المدرسه. ويو نحن الشرطه، ويو نحن الشرطه. انت ما قمتش لحد دلوقتي عشان تروح المدرسه ليه يا واد يا كتاكيتو؟ انا مش هروح المدرسه النهارده يا ماما، النهارده الجو جميل ومشمس وانا هقعد في البيت. ده مين اللي قال كده بقى؟ ان شاء الله يا واد يا كتاكيتو لازم تروح المدرسه يا حبيبي علشان تبقى شاطر وتعمل واجباتك كمان. لا يا ماما لا، انا مستحيل اروح المدرسه النهارده كمان. بقى كده ماشي يا كتاكيتو، انا هتكلم دلوقتي حضرة الضابط سيمبا علشان يجي ويعلمك الادب كمان يا قليل الادب. انت اعملي اللي انت عايزاه يا ماما، انا كده مش رايح المدرسه مهما عملت كمان. طيب ماشي يا كتاكيتو. ايوه حضرة الضابط سيمبا، تعالى يلا علشان تاخد الواد كتاكيتو علشان مش بيسمع الكلام ومش راضي يروح المدرسه كمان. طيب ماشي يا حضرة الضابط سيمبا. انت يا واد يا كتاكيتو يلا قدامي على السجن يا قليل الادب علشان تتعلم الادب كمان. يا خبر ليه كده بس يا ماما؟ طلبتي الشرطه. ايوه علشان تتعلم الادب وبعد كده لما اقول الكلمه تسمعها كمان. يلا يا قدامي يا واد يا كتاكيتو، فات زمن العتاب. يلا قدامي على السجن يا قليل الادب انت. يلا احسن تستاهل يا واد يا كتاكيتو. ايه يا سلام على الموز الجميل قوي المسكر ده. يا سلام الموز طعمه جميل قوي. جميل الموز. انت يا واد يا جردون انزل يا حبيبي من على الشجره، يلا كفايه اكل موز من الصبح وانت عمال تاكل موز واسنانك هتوجعك يا جردون. لا يا ماما الموز طعمه جميل قوي يا ماما ومسكر، سيبيني اكل براحتي والنبي يا ماما. ما ينفعش كده يا جردون، سنانك توجعك يا حبيبي ونروح بيك على دكتور السنان يديك حقنه كمان. انزل يلا يا حبيبي ربنا يهديك. لا يا ماما لا، انا هفضل هنا وهفضل اكل موز كتير قوي كمان يا ماما. بقى كده طيب يا جردون، انا دلوقتي هتصل بشرطه الاطفال وحضرة الضابط سيمبا علشان يجي يقبض عليك عشان تاني مره تسمع الكلام. الو يا حضرة الضابط سيمبا، الحجني أرضون مش عايز ينزل من على الشجرة وعمال ياكل موز كتير كمان. طيب أنا جاي دلوقتي يا أم أرضون، جاي أقبض على الواد أرضون عشان بعد كده يتعلم الأدب كمان. حرام عليك يا ماما ليه تعملي كده؟ على العموم أنا محدش هيقدر عليا ولا حد هيقدر ينزلني، أنا فوق الشجرة ومحدش هيقدر أبدا ينزلني. ماشي يا جردون يا قليل الأدب. انت يا واد يا أرضون انزل يلا من على الشجرة لحسن أطلع لفوق وأجيبك وأحطك في السجن كمان. لا يا حضرة الضابط سيمبا انا مش هنزل من على الشجره ومش هبطل اكل موز كمان. بقى كده يا واد يا اردون بتتحداني؟ طيب يا حضرة الامين اطلع فوق الشجره وخد السلم ده وهات الواد اردون من قفاه ويلا هاته على السجن. حاضر يا حضرة الضابط سيمبا. يلا يا واد يا اردون قدامي على السجن يا قليل الادب علشان تتعلم بعد كده تكلم الناس باحترام. يا خبر ابيض الحقيني يا ماما، هحطوني في السجن يا ماما والنبي. تستاهل يا واد يا جردون تستاهل عشان بعد كده تتعلم الادب وتبطل اكل موز كتير كمان. طيب يا ام اردون عن اذنك احنا بقى ماشيين. تسلم يا حضرة الضابط سيمبا تسلم.
ايه ده يا خبر؟ هو انت لسه قاعد لحد دلوقتي يا سامبا؟ ايه ده؟ الوقت اتاخر قوي يا حبيبي، وانت ده كله عمال تلعب ومش بتذاكر كمان؟ لا 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 لا، يلا يلا يا سامبا، يلا يا حبيبي عشان تدخل تذاكر وتلحق تعمل الواجب الصبح كمان. لا يا ماما والنبي يا ماما سيبيني شويه، انا نفسي العب بالالعاب الكتير قوي دي يا ماما. ما ينفعش كده يا سامبا، لازم تدخل تنام علشان تصحى بدري يا حبيبي وتروح المدرسه بتاعتك كمان. والنبي يا ماما لا سيبيني شويه، انا مش عايز ادخل انام دلوقتي، انا عايز العب باللعب الكتير دي بقى كده يا سامبا. ماشي، انا هكلم لك شرطه الاطفال علشان تيجي تقبض عليك وتعلمك الادب كمان. لا يا ماما خلاص يا ماما بقى، ولا اقول لك خلاص كلميهم، انا اصلا هفضل العب كده لحد الصبح كمان. ايوه ازيك يا حارس الضابط ابو سامبا؟ الحقنا يا ابو سامبا، سامبا مش عايز يسيب الموبايل من ايده واللعب كمان، ومش عايز يدخل ينام، لازم تيجي علشان تقبض عليه وكمان تعلمه الادب. حاضر تحت امرك يا ام سيمبا، انا جايه علشان اقبض على الواد سيمبا قليل الادب ده. يا خبر كده يا ماما تطلبي لي شرطه الاطفال يا ماما؟ هنت عليكي يا ماما. ايوه يا سامبا، عشان بعد كده تتعلم الادب وتتعلم كمان تسمع كلام مامتك. يلا خدوا يا حضرة الضابط ابو سامبا، ده واد قليل الادب جدا كمان. ماشي يا ماما ماشي. يلا قدامي يا واد يا سيمبا، عشان بعد كده تتعلم تسمع كلام مامتك وتنام بدري كمان. عيني يا ماما. يا حضرة الأمين، العيال دول كلهم يخليهم في سجن لحد بكرة علشان بعد كده يتعلموا الأدب ويتعلموا يسمعوا كلام مامتهم وكلام الكبار، وكمان يتعلموا ما ياكلوش حلويات كتير ولا يلعبوا باللعب كتير. خلاص من النبي يا بابا، احنا اتعلمنا من غلطنا ومش هنعمل كده تاني كمان. ايوه يا عمو زيمبا، انا اتعلمت ما اكلش موز كتير، بعد كده هاكل نص موزايه في اليوم كله كمان. ايوه دلاني يا عمو زيمبا، انا خلاص اتعلمت الادب وهسمع كلام ماما. طيب على العموم برضو علشان تتعلموا الادب اكتر واكتر لازم تباتوا لحد بكره الصبح في السجن. خلي بالك منهم يا امين، اوعى يفلتوا منك ولا يهربوا كمان. ما تقلقش يا حضرة الضابط سيمبي، دول في عيني وانا بقى اللي هربيهم واعلمهم الادب كمان.